نصيحة بقولها لك يعني عشان البلد دي تطلع لقدام، مش عشان عبد الفتاح يقعد فيها. لا، ده تفكير ضيق قوي، تفكير ضيق قوي انك تبقى فاكر ان الناس عايزه. طب بالمناسبه بقى، بدل ما احنا جبنا من السيره دي من غير ما اجيب اسماء حد، كتير من اللي قاعدين معاكم دول وناس اقتصاديين اعمق واعظم منهم في بدايه 2014 التقيت بيهم. تحبوا تيجوا تمسكوا الوزاره؟ ها؟ الوزاره؟ يقول لي لا، احنا لنا تاريخ. احنا يا دكتور مصطفى يا استخسر تاريخك في بلدك. انا مش بلوم حد، والله ما بلوم حد. طب ما روحك قال لا، غير احنا نعرف يعني ايه الحل ده ممكن ينجح ولا ما ينجحش، مش هنقدر. فبدل ما احنا يتحط علينا ان احنا فشله، خلينا بعيد. حد تاني قال لي لا، انت هتديني كام؟ انا باخد 1,000,000 و2 مليون في الشهر، هتديني كام؟ قلت له ما اقدرش اديك كده. خلاص سيبني في المكان اللي انا بشتغل فيه، ولو اي نصيحه بقولها لك يعني.